قصتك تفضل طول الوقت قصة مستترة محدش يعرف عنها حاجة ولا هو مهتم يعرف عنها حاجة. بتعيش معاناة، ما بتاكلش كويس، ما بتشربش كويس، مودك مش كويس، كل الكلام ده ما يخصهمش، لا يخصني ولا عايز اعرفه. ولو قلتهولي هتبقى انت شخص بتشتكي دايما من الاضطهاد وعندك عقد نفسية وعندك مشاكل نفسية. فدايما بقول اوعى تحكي حكاية وانت في نصها، احكي حكايتك وانت مخلصها وانت ناجح فيها. لانه الناس عموما هتبقى طول الوقت مش عايز تسمع الشكاي، انا مش عايز اسمع اللي بيشتكي، مش عايز اسمع اللي عنده مشاكل، انا عايز اسمع اللي مر بالمشاكل دي ووجد لها حلول ونجح ووصل لها دلوقتي انه بقى قدامي بالشكل ده. فاهلا وسهلا بيك بقى، تعالى قول لي انت عملت ايه، احكي لي بقى، تعالى بقى ايه، اديني حلولك للمشاكل اللي انت تعرضت لها. لكن دايما في مشكله كبيره جدا في ناس كتير بيقعوا فيها، اوعى تبقى انت الشخص الشكاي للناس اللي حواليك. لما يبقى عندك مشاكل كتير جدا جدا اقفل على نفسك.